مجلس إدارة نادي السويق يعلن بداية التفكير في تجميد النشاط الكروي. أحمر الشواطئ يختتم مشاركته في تصفيات آنوك بالفوز على تايلاند. مباريات اليوم من منافسات بطولة كأس آسيا للشباب للهوكي 2023. عادت فجر اليوم بعثة منتخبنا الوطني لألعاب القوى المشاركة في البطولة العربية الألعاب القوى تحت 23 سنة والتي أقيمت بتونس. توج خلالها المنتخب بفضيتين من خلال المتسابق علي البلوشي في مسابقتي 100 مترا و200 مترا. اتحاد القدم يسعى لتطوير الدوري في الموسم القادم، ويعلن تطبيق تقنية الفار في الدوري العماني الموسم القادم. رغم كل الصعوبات الزعيم نادي الفار لم يبتعد عن الأربعة الكبار في الدوري. تعيين الحكم الدولي البحريني عمار إبراهيم لقيادة مباراة إياب تصفيات الدور الثاني لبطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023 ميلاديا ما بين النهضة العماني والأهلي طرابلس الليبي. شكرا لكم. جديد الإخبار الرياضية المحلية ستجدونها في قناة الأستاذ علي حسن البلوشي الملهم. دمتم في رحاب الله.